والله انا صعبان عليا اعمل الفيديو ده لان عندي صحابي كتير من برج الحوت وبحبهم جدا جدا جدا. ملك وملك مدرسة الرومانسية، الفنان يعني سوما العاشق هندل 5 نقط تضايق وتعفرت برج الحوت وتقهره من جوه. يلا بينا نعرف. يلا وكالعاده ايها الريمونتادا، لو كنت جديد معانا في القناه فانا برحب بيك وبقول لك اهلا بيك. انت في الريمونتادا، انت في القناه دي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجه جديده عن نفسك او عن غيرك او عن البرج اللي انت مهتم بيه. دايما تطور من نفسك وده هدف القناه، دايما توصل نفسك لليفل اعلى وتدي امل لنفسك ان اللي جاي احسن ان شاء الله بتعبك وصبرك واجتهادك. وقبل اي شيء طبعا بربنا هو اللي ليه الحكمه ان يديك اللي انت عايزه في الوقت المناسب. اول نقطه معانا علشان ما نطولش عليكم حلقه النهارده، بس ما تنساش تدوس لايك للفيديو، ديسلايك لو ما عجبكش، تشير الفيديو لو عجبك عشان غيرك يستفيد، وكمان تشترك في القناه ولو كنت جديد تعرفني نفسك علشان خاطر بحب احفظ الناس واحاول انفذ لهم اللي هم عايزينه في اقرب وقت ممكن. اول نقطه معانا تبعد عنه بعد لما انت اتفقت معاه ان انتوا هتبنوا حياه مستقبليه، يعني تبعد عنه بعد لما عشمته، بعد لما رسمت له خياله اللي بيحلم بيه، بعد تهديدا. لكن لو عايز بقى يعني تأذيه بجد طبعا، يعني احنا لا قدر الله يعني ربنا ما يجيب اذى، تستخدم ال5 نقط لصالحك انك ما تعملش كده وتقربه ليك او ضده، يعني على حسب، احنا بنقرص ودنه بس. فتبعد عنه بعد لما تعشمه وتقول له انا هعمل واسوي، وتقعد بقى ايه يعني كمانجه شغاله بالكلام، وفي الاخر خالص تبعد عنه فجاه تقرص ودنه. خلي بالك كرامته فوق كل شيء، ممكن يبعد بس طبعا هيبقى يعني متضايق ومقهور جدا، فاستحمل رد فعله لو كنت انت هتنفذ ال5 نقط دول ضده. النقطة اللي بعد كده انك تحسسه ان هو شخص عادي بالنسبة. مين حضرتك؟ عادي انا صاحبك او احنا مرتبطين بس عادي، يعني لو ضايقتك او عادي لو نرفزتك او عادي لو عملت اي حاجة، الدنيا مش هتقف. يعني ايه يعني انا بتعامل عادي؟ العادي عنده صعب اوي، لازم تهتم بكل تفاصيله وكل حاجة هو بيعملها لك وبكل حاجة في حياته، لان هو دايما رسمك في خياله زي اغنية حماقي كده بالظبط لو كنت مرتبطين. النقطة الثالثة علشان ما نطولش عليكم حلقة النهارده، تجننوا يا عم ريمونتادا، تجننها تعفرتهم، انك تيجي على كرامتهم. خلي بالك ايه ده، انا قلت الكلام ده مليون مرة عن حساسين قوي 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 قوي، فانك تيجي على كرامته تحسسه ان الموضوع انت تقيلة لا على قلب، لا خلي بالك انت غلطتي، لا خلي بالك هتعملي كده معايا انا مش هتعامل معاكي. تيجي على كرامته بالكلام، تحسسه ان لا هو فعلا بقى غلطان بقى، وبعدين هنفضل بقى نسامح برج الحوت بقى لغايه امتى بقى؟ فانك تحسسه بالحاجه. الاحساس عالي قوي والسنسور عالي قوي عند مواليد برج الحوت، فمهم جدا انك تكون عارف ده. النقطة اللي بعد كده عشان ما اطولش عليكم حلقة النهارده، انك تتعود عليه بقى في الكلام بقى. والله هو ده اللي عندي، اللي مش عاجبه يشرب من الخرارة زي ما بنقول بالمصري. والله بقول لك ايه، تقعد قدامه كده مش طايق وتقعد قدامه نافخ نفسك او تتعود عليه بالكلام. كل واحد على حسب اسلوبه، طبعا كل واحد بيعرف يتعود امتى، وكل واحد بيبقى عارف نقطة ضعف اللي قدامه. تتعود العوجان لا ما بيقبلش، ولو قبل فانت حبيبه جدا جدا جدا، بيحب قوي ان الشخص يجي يقول له انا زعلان منك في الحاجه الفلانيه. فانت لما تبعد عنه ولما تنهي الكلام معاه بالطريق، او لما تيجي على كرامته ولما تتعوج عليه، يتجن ويتعفرت ويتنطط. طب النقطه الاخيره علشان ما نطولش عليكم بقى، كمل لي بقى، عايزه يتجن ويتعفرت ويتنطط تغلط فيه، سامحك ما سامحكش كده هو بيحبك، هيبقى تعبان ومتضايق ومقهور وزعلان وكفران ومش طايق نفسه ومش طايق حياته وخلاص. يا جدعان اللي هو يا ارض انشقي وابلعيني، مش طايق اتعامل مع بشر، لازم تصالحه وتصالحه قوي. وهو بيتصالح بسرعه بس طبعا بيحب يتدلع وبيحب فحاول لو كنت بتحبه تبعد عن ده،
كده احنا خلصنا سلسله حلقات 5 اشياء تجنن كل برج. اشترك في القناه ودوس لايك للفيديو او ديسلايك، عرفني بنفسك، واوعى تتردد في لحظه انك تكتب لي تحت في الكومنتات عن اي طلب انت نفسك فيه، فانا هنا علشان خاطر اساعد حضرتك واوصلك للي انت عايزه ان شاء الله. السلام عليكم، واستنوني في حلقات جديده.